عذرا أيها المغاربة، عذرا، فلنا رئيس غير شرعي. قيس سعيد إنسان عميل دبون، والله العظيم حرام إن نخسر جارة كما المغرب. نحبهم برشا، أنا والله نحبهم برشا كيف أغلب التوانسة. الطرق الحديثة التي بنيت بها هذه الملاعب أخ عبد الله سبق وأن تكلموا في ناس لم تتكلم قبل أسبوعين على دورة كأس العرب في قطر، صح ولا لا؟ صحيح. الحين في ناس تتكلم يعني على البطولة الإفريقية اللي في المغرب، تقول لك لا أمطار وما أدري إيش وتتجمع في الملاعب. لا يا أخي العزيز، هذه كلمة حق نقولها في حق المغاربة، لأنهم أنجزوا منشآت بمواصفات عالمية، أحدث صيحة في البناءات والإنشاءات والتشييد. المطر ينزل باستمرار وكل شيء من تحت يعني يتم سحبه. هذا عمل طبعا. هذه يعني بناءات من أعلى طراز، منشآت يعني مواصفات خلينا نقولوا عالمية، آخر المواصفات الحديثة. نعم. لما تكون عندك أنت عرضة للأمطار القوية جدا من هذا القبيل، يعني كيف تتم عملية سحب هذه المياه بطريقة طيب. لا يشعر بها اللاعب أكيد. ولا تؤثر في أداء نعم. اللاعب أو خلينا نقول تخرب أرضية الملعب. نعم. للأمانة احنا البارح اللي هي وكأننا عملنا إنجاز. هو بركة آية قالت كسرنا العقدة. يعني كأننا نجحنا توا في كوب دافريك، وأنه قال شنو، قال عندنا برشا ما خسرناش في المباراة الأولى. راهي اسمها تونس أولا، ثانيا قادرين نمشيو ونجيبوها الكوب. مش الانتاج نتاعنا، وانه لعبنا ماتش البارح خارق العاده ونقولوا لهم مبروك بارك الله فيكم في الكل، من سامي طرابلسي للملاعبيه، الناس كل شاركت في النتيجه. بقى on doit doubler d'effort. on doit doubler d'effort. صحيح عندنا ماتش صعيب الجمعة هذه نهار السبت مع نيجيريا، واللي ماتش اللي بعده تنزانيا. البارح تفرجت في نيجيريا وتنزانيا، حتى تنزانيا راهو عندها ما تقول. يلزمنا نمشيو بعقلية. وعلاش ما ربحناش؟ عندنا مدة ما ربحناش الماتش الأول، لأن عندنا التكبر، والتكبر نتاعنا فارغ طلع. كي تبدا كبير وتربح وتنجح تسمى كبير، أما التكبر نتاعنا خويا مطران في الفارغ. على هذاك ندخلوا بعقليه احنا قويين وباهيين، نخسروا من بريمير ماتش صحيح، لكن وقت اللي تشوف لا موتيفاسيون نتاع الملاعبيه نتاع البارح، الجرينتا اللي لعبوا بها البارح، علاش هذا ما كانش؟ دونك هنا يلزم الجرينتا نتاع البارح تولي دوبل للماتش الجاي باش نضمنوا ساعه لو دوزيام تور. افيك سا عندنا راهو لو تروازيام ماتش مع تنزانيا، راهو زاد تنزانيا عندها ما تقول. لانه علاش؟ الماتش الجاي مثلا تنزانيا تربح اوغندا اللي لعبنا معها البارح، ما احنا باش نلعبوا مع نيجيريا، لا سامح الله ما تكونش نتيجه ايجابيه لتونس، راهي تنزانيا في الماتش الثالث معانا راهو باش يكون صعيب علينا. هاني باش نبداو متفاهمين من توا. اذا احنا مش الهدف نتاعنا نربحوا الماتش الاولاني وكأن انتهت البطوله وعملنا انجاز، لا، مازلنا دو ماتش تري امبورتون، وكل ماتش يجيب الثاني والثاني يجيب الثالث، واحنا ماشيين حتى نوصل للفينال. وهذا يرجع للحروريه نتاع الهريسه ان شاء الله.